من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ في السماء وعلى العرش استوى. هل الله معنا بذاته؟ الله معنا بعلمه وسمعه وبصره. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لعبادته. ما الدليل؟ قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وينصر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ العلم واليقين والقبول والانقياد فضل ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. ما هي أقسام التوحيد؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الربوبية؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. ما هي توحيد الألوهية؟ إفراد الله بجميع أنواع العبادة. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله بجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ما هي شروط قبول العمل؟ الإخلاص والمتابعة. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هل يعلم الغيب أحد سوى الله؟ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما هو مصير الموحد على يوم القيامة؟ تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كم هي مراتب الدين؟ 3 مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ما هو الإسلام؟ الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما هي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما هو الإيمان؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أحسنت. ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.